ورا. اتفضل تعالى. الموضوع خلص. انا بلغت البوليس ويجوا يرفضوه متلبسين. ايه اللي خلاك بلغت؟ احنا بلغنا ابوس احمد جاي. عشان لما يخرجوا ملفوفين بملاية السرير ما يبقالهمش عين يسكنوا هنا ويبيعوا الشقه. لا انا ما بقدرش اشوف الحاجات دي على اذنكم. خليك لوحدك بقى وابلغ حد الظابط لما يجي. سلام. يبقى عارف ان انا الاتصال. يا خبر يا ابني، ده البوليس وصل. اسمع يا منير، انا هحاول اعطلهم وانت تسبقني عشان تحذر الاولاد عشان نبعد الشبهه. حاضر. قول لي يا منير، هي شقه نمره كام؟ اول دور شقه 101. ربنا يستر. ربنا يستر. ربنا يستر. اهلا يا فندم، اهلا. احنا اسفين جدا يا فندم على البلاغ. انت صاحب البلد؟ لا يا فندم، انا ضمن سكان العماره. طب قول لي الشقه فين المشبوهه دي؟ انا هدلك عليها يا فندم، بس قبل ما نطلع عايز يعني اعرف سعادتك حاجه. السكان طبعا سامعين دوشه وزيطه ومش عارفين ايه اللي بيحصل في الشقه بالظبط. اتفضل وريها لي وانا هتاكد بنفسي. اتفضل يا فندم. ايه يا جماعه؟ في ايه؟ انت صاحب الشقه دي؟ ايوه يا فندم. اتفضل. مين دول؟ دول حضرتك زمايلي في الجامعه. بس جايين يطمنوا عليا اصل عيان وما رحتش الجامعه. انت واقف قدام تيار الهوا. الله. في ايه يا حسام يعني؟ مش عارف يا بابا حضرتك. شوف حضرة الظابط. على اذنكم يا جماعه اصل انا بكح مش قادر تعبان. خير يا حضرة الظابط، في ايه؟ انا تحت امرك. انت صاحب الشقه دي؟ ايوه الشقه دي بتاعتي. انا المستشار مدير مصطفى، ودول زمايله في الجامعه جايين يطمنوا عليه. وروا حضرة الظابط الكرنيهات بتاعتكم. مفيش داعي. وادي ادي البطاقه بتاعتي. مظبوط. الحقيقه وصلنا بلاغ وشكوى من الجيران ان في حاجات غير طبيعيه بتتم في الشقه عندك. معقوله؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه في ايه؟ مالك يا منير؟ صوتك عالي كده ليه؟ سامعك بتقول ده كلام فارغ، في ايه؟ اهلا يا فندم، اهلا وسهلا، اهلا يا فندم. سبق يا فندم وقلت لسعادتك تحت ان احنا مش متاكدين، وعموما انا مش صاحب البلاغ وممكن تتاكد من الجيران. الحقيقه يا فندم العيال كانوا عاملين دوشه وكانوا معليين صوت الكاسيت على الاخر، وطبعا حضرتك عارف الجيل الجديد بتاع اليومين دول. عموما يعني لو كان اي حد من الجيران كان خبط عليا كنت لطفته من نفسي. اتمنى بعد كده انكم تراعوا شعور جيرانكم. طبعا يا فندم طبعا. واوعدك انها مش هتتكرر. متشكرين. اتفضل يا فندم. انتوا جيل انتوا جيل ده انتوا جيل ضايع مش متربيين، لازم تتعلموا الادب انتم. وانت يا استاذ نعم متهور، وابنك يا منير مصيبه. الحمد لله البوليس مشي. تقدر بقى تفسر لي ايه اللي كان بيحصل في بيتي؟ بابا وطي صوتك، لسه الظابط واقف على الباب بيدور على اللي قدم البلاغ. وطي صوتك يا جماعه بعد اذنكم، مع الف سلامه، عشان بصراحه انا مش ناوي اعيا تاني. مع السلامه. سلام يا تامر. معلش يا حبيبتي انا اسف. نهى هس. سلام يا هس. انت مشيتهم ليه؟ بصراحه عشان ما تحرجنيش قدامهم. تقدر تقول لي انت زعلان ليه؟ وبتسأل كمان يا بجح؟ بابا انت جيت متاخر زي البوليس، يعني مالكش عندي اي دليل، يعني انا ما عملتش حاجه. الشقه دي انا هقفلها وعمرك ما هتعتبها تاني. طيب هو ده يا منير اكبر عقاب لولد زي ده. معقوله وانا شكري بيه انا اضيع وقتي علشان ولد زيك؟ تعال يا ولد، انا كمان لازم اقدمك. تعالى. لا سيبني كده، انا استريحت. منير في ايه يا شكري؟ ولا حاجه يا منير، عايز اقول لك سوري. قدمه سوري.
الحمد لله يا رب، الحمد لله. دي لو كانوا قبضوا علينا كانوا اكيد هيجيبوا بابا وماما الاسم. هادي، الماما حصل لها حاجه ولا اتشلت؟ وكان الاسم اتملى عاهات، والابهات والامهات وقعوا من طوله. والاسم اتقلب عينيها مركزه. اصل انتوا بقى مع الصراحه كده ما عندكوش دم. مفروض عايشين فيلم عربي قديم قوي وخلص من زمان، ولو دورتي على الحقيقه يا ماما هتلاقي ان هم عارفين ومطنشين. يا سلام، هم لو كانوا عارفين كانوا سابوكوا يعني؟ هم لما كانوش عارفين من اشكالكم يبقوا هوب. بطل اللي اتأدب يا تامر، مالها اشكالنا بقى ان شاء الله. مش باين علينا بنات ولا ايه؟ خلاص كلنا هنبطل قله ادب، محدش فينا يروح الشقه تاني. انا اللي مش عارفه ازاي اعيش في وسط الجيران بعد كده. هو انتوا بتضحكوا على ايه يا جماعه؟ هي مش دي شقه حسام جوزي ولا بتهيألي ولا في ايه؟ هو من ناحيه جوزك فهو جوزك قدامنا، اما حكايه الشقه دي بقى بصراحه مشكوك فيها. لا معلش فهميني، اصل انا مش فاهمه. بقول لك ايه، ندالة بقى نقول لها طالما احنا كده لا هنعرف حسام ولا هنروح الشقه. شوف يا شاطره، في نفس الشقه دي حسام اتجوز قبل منك 4 أو 5 وكلهم اتطلقوا ومشوا، لكن الشقه فضلت زي ما هي. وعلى فكره بقى انت مالكيش عنده اي حاجه، لان ورقه الجواز اللي معاكي دي ملهاش لازمه الا اذا كنت حامل منه، وانا متهيالي ان انت مش حامل منه. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ يلا يا جماعه نمشي من هنا قبل ما تفضحنا وتلم علينا الناس. ده ولد صايع يا فندم، ما ترباش. ده انا من غيظي اديته حته قلم طلع من نافوخه. يا شكري انا بعتك تربيه ولا بعتك تنقذه؟ فلسني يا فندم، فلسني. تصور سعادتك ابوه راح في الشقه اللي ظبطوا فيها وبيلم البلاوي اللي وراه وينكر انه عمل حاجه. شكري افهمني، انا الواد ده يلزمني. يا فندم ده ولد مغرور يا فندم وبتاع بنات. يا سيدي ما دام بتاع بنات يبقى فيه كل الصفات اللي انا عايزها. الواد ده ليه شغل عندي. لا بقى يا باشا، اموت وافهم ايه اللي في مخك. اقول لك يا سيدي، الليله عندي ميعاد مع الجماعه بتوع دينا، ممكن جدا يوقفوا لي ويسدوا لي السكه مع جون سميث، عشان كده انا لازم اعمل حسابي وافتح سكه مع بيير مارسيه، عشان كده انا محتاج الواد المغرور ده ابن منير هو اللي هيساعدني. فهمت ولا لسه؟ انا رايي يا باشا نتفق مع الجماعه وخلينا في سكتنا اللي احنا ماشيين فيها. يا شكري افهم، طول ما انت بتشغل مخك ده محدش يقدر يحطك تحت اي ضغط، ودايما يفضل الراي رايك. ده ايه الحكم دي؟ ايه النصايح دي يا باشا؟ طب كانت فين النصايح دي بقى لما كنت بتكتب المصنع باسم الدكتوره روح؟ ما انا قلت لك نعمل احتياطنا ونخلي الموقف تحت السيطره. قلت لي لا، دي المدام. معلش، هو برضه لسه في ايدي، وانا يا شكري مش هسيبه. هي الظروف كده لخبطت شويه، بس انا متاكد برضه ان بعد كده كل حاجه هتمشي زي ما انا عايز. في ايه مالكم؟ ساكتين ليه؟ قلت لك خشي اوضتك ذاكري واقفلي بابك عليكي. النضاره الجديده تعباني ومش عارفه اذاكر بيها، والقديمه بتزغلل لي عيني. شامبر النضاره الجديد ضيق، وقلت لك قبل كده استعملي النضاره القديمه. يا بابا بس الشامبر الجديد شكله احلى. خوتيني انا يا بنت بنضارتك دي، ما تهمدي شويه. بس يا بيجي يا قليل الادب، انت ليك عين تتكلم؟ اسكتي يا ناديه. اسكت ايه يا منير؟ ده انا حاطه حجر على قلبي. بس والله لو وريث شكري بتاعكوا ده وهنزل له هو واللي مشغله. وليك عين تتكلم يا قليل الادب. بس سيبيني عليه. بس يا منير اقعد، امشي اطلع فوق، يلا امشي يا قليل الادب، يلا امشي على اوضتك. طيب ماشي بس عيش طالع. اذنكم. معلش يا منير، اهدى بقى، انت عندك السكر. ما تمشي انت كمان بدل ما انت كاتمه على نفسنا. معلش يا حبيبتي، معلش يا بنتي، بنقول كلمتين كده ما يصحش تسمعيهم. فهمت، ما انا عارفه من زمان. عارفه ايه؟ تكلمي. عارفه ان حسام بيعاكس ابله فريده. ابله فريده؟ تطلع مين دي؟ مش عارفه، جارتنا، وشفته مره دخل عندها. يا نسيبتي، ده اكبر منه ب20 سنه. هو ده اللي يهمك؟ شفتيه خلاص يعني هيتجوزها؟ بنت انت اطلعي فوق وابعتي لي الولد ده حالا. لا سيبيه، انا هبقى اندهله. روحي انت يا ماما، اجري. الولد ده فسد خالص يا ناديه،
وموته ارحم من مصايبه. ما علشان كده بقول لك يا منير لازم نحل الموضوع ده بالعقل قبل الولد ما يضيع مننا. وهنحله ازاي بقى يا ناصر؟ اظن بقى هتقولي لي نجوزه. انهي متخلفه هترضى بيه؟ اللي ترضى تمشي معاه ترضى تتجوزه. اصلك ما تعرفيش ابنك الحبيب بيضحك على البنات ازاي. ده عامل لهم البحر طحينه لغايه ما يغرقوا، عامل لي فيها ابن زوات. طب بس قولي بالراحه كده، انت لما دخلت الشقه فجاه شفت ايه؟ شفت حاجه غلط؟ اسكتي بقى ما تفرسنيش. اللي انا مجنني حاجه واحده بس، ازاي البنات اللي بيروحوا معاه دول بنات في الجامعه وفين اهاليهم؟ امال انا بسالك على ايه من الصبح؟ ما هي التفاصيل ديت تتكلم فيها مع ابنك بس مش معايا انا، لانك لازم تعرف حكايه البنت دي ايه. افرضي اي حاجه. هترضي تجوزي ابنك لواحده مش متربيه؟ واحده راحت معاه في شقه لوحديهم؟ قفلي يا شيخه بلاش تخلف. عبير اقفلي بقك وبطلي عياط، وكل حاجه هتبقى تمام. ما تسمعيش كلام العيال دول، وانا لما اجيلك هعرفك كل حاجه. عايزه تعرفي دلوقتي؟ انا عايزك تختفي عن عيون بابا لغايه ما انجح واجي اخطبك، عشان لو شافك هيكشفنا وهيعارض. عبير ركزي يا عبير، ركزي واهدي، كلها شهرين ونتخرج. ميرسي يا حبيبتي. بالشفا يا ماما. ممكن بقى تقولي لبابا يرجع؟ هو قال انه جاي وانا قلت لا. هو قال لو ماما مش عايزاني ارجع قولولي. سمعتي؟ طب اكلمه انا. بقول لك ايه؟ لا. شوفي اديك انت معترضه اهو. انا عندي صداع، خلينا قاعدين هادين شويه. ما هو طول ما الموضوع متعلق كده انا لا عارفه اركز ولا عارفه اذاكر وقلقانه. شوفوا بقى، ما هي دي مش اول مشكله بيني وبين ابوك ولا اخر مشكله. طول ما الحياه مستمره هيبقى في مشاكل، وهي الحياه بتمشي. بس احنا عمرنا ما شفنا بينكم خناقه بالشكل ده، وكمان توصل للطلاق. عشان طول عمري كنت بقدم تنازلات عشان ما بقاش مطلقه للمره التانيه، لكن واضح ان هو فهم تنازلاتي دي ضعف مني. معلش يا ماما، عشان خاطري تنازلي المره دي كمان. لا، المره دي خساره في اي تنازل. يا ماما لما حضرتك تتنازلي وهو عارف ومتاكد قد ايه انت قويه ومش محتاجه له، ساعتها هيتاكد انك بتتنازلي عشان خاطره. في حاجات حصلت ما ينفعش فيها التنازل، والحاجات دي بيني وبينه وبس، ولازم تتحسم بيني وبينه وبس. وشوفوا بقى، انا مش هسمح لاي حد فيكم بعد كده يتدخل ويقول رايه، اظن واضح. مالك يا امجد باشا؟ قلقان ليه؟ انا لو كنت اعرف في القلق ما كانوش هم جولي بدل ما انا اروح لهم. انا بس اللي محيرني اكلمهم باني اللغه بتاعتهم دي اللي انا ما بحبهاش. بدايه ليست جيده يا امجد. كويس اهو، انت نطقت بالعربي كويس قوي انك انت اللي اخترت. انا بقى مش هتنازل عن العربي. انا اجيد العربيه، ولكن ما ذنب زملائي؟ تجيب لهم انت. المهم طلباتكم. نريد صداقتك، ونريد ان نتعاون معا لصالحك ولصالحنا، ولنا مبدا: من ليس معنا فهو ضدنا. دي مشكلتكم انتوا بقى، انتوا عايزين العالم كله معاكم. خلاص اظهروا بقى حسن نواياكم. وما هو تقديرك لحسن النية؟ اولا مفيش حسن نية بتهديد. ثانيا كلامكم اللي وصلني مع دينا عن جون سميث بيثبت سوء النية، يعني تهديد مباشر. لا، فقط احببت ان اخبرك اننا كنا نتعامل معك منذ زمن بعيد وانت لا تدري. طب خلاص، امال عاوزين ايه تاني؟ هذا تعاون غير مشروع ونتعامل به سرا. هدفنا الآن هو التعاون الشرعي والسلمي لفتح مجالات أوسع للربح. سبق وصلكوا ردي في الموضوع ده.
ونحن نقدر سر اعتراضك لأنك تريد الانتخابات والحصانة، ونحن معك في كل ما تريده، حتى لو وافقنا على سرية التعامل في البداية فقط. نريد منك كلمة واحدة، أنك تتفق معنا. بعدها ستجد كل العون منا لتنجح في انتخاباتك. تعالى يا حياتي. تعالى في حضني بقى يا عبقري يا تعالى. يعني راضية عني؟ إلا راضية عني. أنا كمان أمشي معاك ومغمضة عيني وسايبة نفسي. دينا، لو عرفت انك انتي اتصلتي بيهم من ورايا مش هيحصل كويس. يا خبر يا حياتي، ابقى اذبحني موتني كمان. دينا، انا كلامي ما فيهوش هزار. هتشوف مني إخلاص عمرك ما شفته من مراتك. بس قولي بقى، هترجع المصنع ازاي؟ وانت وعدتهم انك تبوظ التوكيل وتقطع رجل برهان خان. انا فعلا وعدت ان انا اعمل حاجات كتيرة قوي بعد ما انجح في الانتخابات، ومن هنا لغاية لما الانتخابات تخلص هكون عملت حاجات كتير. اول حاجة فيهم اني هنسى همومي في حضنك. لا كلمني بجد يا أمجد، انت قررت فعلا تدخل الانتخابات؟ فعلا قررت، وده قرار نهائي مش هتراجع فيه. طب قولي بقى يا حياتي، هيبقى لي دور جنبك في الانتخابات؟ طبعا يا حبيبتي، انتي خلاص بقيتي شريكتي رسمي. انا هنفذ كل وعودي، لكن لو خالفت وعودك انا مش هرحمك. المهم انتي تساعديني ان انا اقدر استفيد منهم على قد ما اقدر قبل نتائج الانتخابات ما تظهر، لاني اكيد هخسر وساعتها هتخلى عن كل وعودي. اطمن يا حياتي، طول ما انا جنبك عمرك ما هتخسر. واخد بالك انت منها ومروه؟ اكيد بيفكروا في نفس اللي احنا بنفكر فيه وعاوزين يخلصوا. يا ابني هما اللي في ايدينا ولا احنا اللي في ايديهم؟ قصدك ايه ولا ايه؟ قصدي والله بقى لو عايزين يخلصوا مننا بالذوق يبقى يدفعوا لنا مؤخر ونفقه ومتعه وكل الكلام ده. ما هي كده كده خربانه، مش هتفرق بالنسبه لهم بعد اللي حصل النهارده ده، لان ده بوظ كل حساباتنا. طب بس هما جايين نتقل بقى. خلصتوا المباحثات بتاعتكم؟ وصلتوا لايه بقى؟ اننا بقى ما ينفعش نتقابل تاني ابدا الا لما كل واحد فيكم يجيب شقه. كلامكم جميل، بس انا ملزم ان انا اجيب لمراتي شقه وافرشها احسن فرش. بجد يا هيثم؟ طبعا، بس اما تسيبيني يا حبيبتي اسافر لابويا كده 2 3 في الامارات واكون رستقت نفسي وارجع. نعم يا اخويا، وناش ضمني. عندك حل تاني؟ الحلول كتيره قوي، بس دي بقى حاجه تخصنا انا وانت. قوم بينا سوا نتفق. احنا نشوف بقى هما هيتفقوا على ايه بالظبط ونعمل زيهم. طب ونعمل زيهم ليه؟ افرض هما الاتنين عايزين يخلصوا من بعض، نقلدهم؟ ما ضروري الموضوع هينتهي بالطلاق. هيثم مش مضمون، هيسافر الامارات ومش هيرجع تاني. ومروه كمان مش عبيطه وعارفه ان هو ناوي على كده ومصممه بقى تاخد حقها منه. حقها ازاي يعني؟ هقول لك، بس ملناش دعوه بيهم. هي اتفقت مع دكتوره شاطره تعمل لها العمليه، وهتتجوز راجل كبير في السن شويه وما عندوش مشكله. وهيثم بقى يدفع كل المصاريف. بصراحه بقى هو وهي من الاول كده واخدين المساله لعبه، انما احنا بقى واخدينها جد يعني. اسمع يا تامر، انا بحذرك، انا ولا زي مروه ولا زي عبير. انا اتجوزتك ورديت بيك على عيبك، لكن بقى يوم ما تقل باصلك معايا هقتلك واشرب من دمك. معلش يا نهى، قصه حبنا هنرويها للاجيال القادمه. هي خربانه. يعني ايه؟ يعني هنتجوز. هو في خراب اكتر من كده؟
خليكم معايا يا توفيق. اتفضل. ان شاء الله تكون مبسوط بقى. وسعيد كمان بالعمل معاكي. وانا كمان سعيده بالعمل معاك. هذا الاخ باهي مقبل من خير اعواني، وهيكون باذن الله بعد موافقتك مشرف على الانتاج، بس بعدم التدخل في ادارتك. وانا بحترم العقود اللي بيننا. ونحن كذلك. الاخ باهي سيحمل عن عاتقك مهمه متابعه الجوده واعاده والاشراف على صيانه السجاد واعداده للتصدير. والاستاذ بسيوني من طرفي وهينفذ له كل طلباته، بس اعرف الاول اذا كان بيتكلم عربي ولا فارسي. وبحب اللهجه المصريه كمان. كويس قوي كده، يبقى هنتفاهم. اتفضلي يا دكتوره، قرار تعيين باهي امضي عليه وانا هوقع معاكي. اتمنى بقى المره الجايه توقع قرار ابني باذن الله، وهيلاقي كل الدعم ان شاء الله. ان شاء الله. وده كمان شيك بكل السجاد القديم قبل بدء الانتاج، وباهي هيقوم بتصديره، او اعتبر ان باهي صدره خلاص. اتفضلي. كل ده مره واحده، ده كرم كبير من حضرتك. انا بشكرك لحسن ضيافتك، بس عليا المغادره، فطائرتي بعد ساعه ونص. شكرا يا استاذ برهان لتشريفك. معاهم يا بسيوني لغايه المطار. طبعا يا دكتور. اتفضل. الحمد لله. بص بقى يا فكري، انا عايزاك تصرف لي المكافآت كلها اللي كنت طلبتها منك قبل كده بتاعت العمال. اظن ده من حقهم بعد ما بعنا السجاد. ايوه يا دكتوره، بس عشان خاطري بلاش نصرف لهم المكافاه مره واحده. ليه يا اخي؟ ده من حقهم. ايوه انا ادرى بطبيعه العمال من حضرتك. لو صرفنا لهم الفلوس مره واحده ممكن حماسهم يقل بعد ما يقبضوا. خلينا نصرف لهم الفلوس على مراحل تنتهي مع اخر شحنه نصدرها، كأن برهان خان صرف لك الفلوس على مراحل. موافق، بس المده ما تطولش. بص بقى، انا ليا طلب عندك. تحت امرك يا دكتور. شوف بقى، انا عايزه سكرتيره تكون في حدود 30 سنه او اكبر شويه. طبعا انتوا كلكم اخواتي هنا، مفيش اي حاجه، بس انا محتاجه لست تبقى معايا. حاضر، انا عارف طلبك وباذن الله هجيب لك هديه. عن اذن حضرتك. اتفضل. السكرتيره اللي ما تعرفش تريح المدير بتاعها ما تستاهلش تاخد مرتبها. يا اخي حرام عليك، انت عشان عارف ان انا محتاجه القرش اللي انت بتديهولي هتقعد تذل فيا كده. وكمان بتعلي صوتك عليا، يبقى ما تجيش من بكره. ايه انا يا بنت اللي انا سامعه ده؟ ازاي تسمح للراجل الحيوان ده انه يكلمك بالطريقه دي؟ اعمل ايه يا خالي؟ ما انت عارف الظروف. امسحي دموعك، مفيش داعي للاحزان. عموما احمدي ربنا. احمد ربنا عشان اترفد؟ لا، عشان ربنا سبحانه وتعالى بيقطع من هنا ويوصل من هنا. مش فاهمه يا خالي. انا كنت جاي اخدك عشان تشتغلي في المصنع عندنا في وظيفه محترمه، هاخدك معايا دلوقتي واوديكي. بتتكلم جد يا خالي؟ طب خلينا في شغلي في الفحل اللي جوه ده. لا، سيبيه قاعد جوه ما تريحوش. سيبيه يتعذب. سيبيه قاعد يستناك على امل ان انت ترجعي له. لما يلاقيكي ما جيتيش هو اللي يتعذب. عندك حق يا خالي، عندك حق. يلا بينا. يلا يا بنتي، اللي يقول يا رب عمر ربنا ما يغلبه. الحمد لله على السلامة يا بابا. الله يسلمك يا حبيبتي. وحشتني. عاملة ايه دلوقتي يا روح؟ سمعت انك انت خفيتي ونزلتي الشغل. مش بس كده، ده انا سمعت كمان انك انت عملتي حفلات لبرهان خان وصدرتي. كل ده من غير ما تسألي عن حق الراجل اللي اشترى لك المصنع ده. عن اذنك يا ماما، انا طالع اذاكر. انت رايح فين يا ولد انت؟ انت واخد كده في سكتك كأن اللي واقف قدامك ده لا وكلك ولا علمك ولا رباك. اديني شويه ميه يا بنتي. التمثيلية ابتدت بقى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اديني شويه ميه يا بنتي.
روحي يا بنتي هات لها شويه ميه بدل ما نرجع المستشفى ونقعد لنا ساعتين وبعد كده نقوم زي الحصان. اوضه نومك هسيبها لك وهنام مع بنتي. الاسلوب اللي انت بتستعمليه معايا ده مش هينفعك. استني عندك هنا وكلميني. انا مش هرد عليك، انا غلطت المره اللي فاتت واتخانقت قدامهم، مش هكررها يا امجد. كده؟ اوكي، اتفضلوا اطلعوا فوق. يلا. استنى يا مختار، خدني معاك. ليه يا بابا كده؟ ده انا فرحت لما لقيتك داخل علينا وقلت ان كل حاجه هترجع زي ما كانت. انا راجع ودمي بيغلي. تخيلي لما انا اعرف من مدير البنك ان امك فتحت حساب بالملايين بفلوسي من بيع السكات، مع ان انا قايل لها ان انا محتاج لفلوس وان المؤسسه عليها شيكات. كل دي مسائل بينك وبينها ممكن تتحل من غير الخناق كل يوم كده؟ طب اطلعي قولي لها ان بابا محتاج 5 مليون جنيه وشوفي هتقول لك ايه. انا لا هطلع ولا هقول، انا هدعي ربنا ياخد المصنع ده اللي قلب بيتنا الجحيم. الظاهر ان هو ده الحل الوحيد. امك اتفرعنت من يوم ما انا كتبت المصنع ده باسمها، بس دي مش غلطتها، دي غلطتي انا وانا اللي لازم اصلحها. ارجوك يا بابا ما تمشيش وتسيبنا، المشاكل عمرها ما هتتحل وانت مش في البيت. فعلا عندك حق، وجود مختار هو اللي بيقويها على العناد. بس اسمعي، انا عايزك تقولي لها ان انا هرجع هنا بعد يومين، اذا لقيته لسه في البيت هطردهم هما الاثنين، فهميها كده كويس. يا بابا ارجوك اسمعني، مختار قال لي انه ماشي وانا بنفسي رحت معاه البيت بابا ونقلنا شنطه هدوم من ورا ماما. شوفي يا حبيبتي، انا ما رضيتش اطرده لما كنا في المستشفى لان كنت فاكر ان امه عيانه بحقه حقيقي، لكن لما فهمت لعبتها ما بقاش يهمني دلوقتي. عشان كده انا عايزك تقولي لها انا هرجع هنا تاني ما الاقيش قشايه تخصه. خليك يا بابا واللي عايزه ممكن يتم. انا مش طايق اقعد في البيت ده دقيقه. عشان خاطري يا بابا. الو. ايوه دكتور توفيق، انا مختار ابن الدكتوره روح. لو سمحت يا دكتور، ماما تعبت تاني. الضغط تقريبا الدنيا بتلف بيها جامد. خدت حبيتين من غير فايده. اجيبها واجي لحضرتك؟ لا قول له هو يجي، انا مش قادره. طب معلش يا دكتور، ممكن طيب انا 5 دقايق وابقى عند حضرتك في المستشفى. مع السلامه. ميادة، حميدة، تعالوا بسرعة. ايه في ايه؟ ساعدوا ماما ودخلوها اوضتها على ما اروح اجيب الدكتور. لا يا ميادة وديني اوضتك. على